بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنخش مع بعض يا باشمهندسين في مرحلة مهمة جدا جدا ألا وهي المونيتورنج بروجرس. إزاي أقدر أعمل كنترول أو إزاي أقدر أعرف إيه اللي تم تنفيذه وإيه اللي لسه والكلام ده كله. اول حاجه عندنا في طريقه طبعا عقيمه جدا ان حضرتك بعد ما بتبعت تطبع كل الملفات والشيتس اللي حضرتك عملتها، مثلا على سبيل المثال طبعتها PDF، تبدا تعمل هايلايت على الجزء اللي اتنفذ في ليفل معين. يبدا مدير المشروع يبدا يبص يعرف هو هنفذ ايه، وطبعا ما حدش فاضي للكلام الفاضي ده طريقه ما تنفعش تشتغل عندنا. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه لما يكون عندنا مشروع كبير يا باشمهندسين لازم اعرف الزونز، يعني اقول له ان الضغط اللي موجود في الزون او على سبيل المثال في الريسبشن الموجوده في ليفل 1 ده تم وده ما تمش، ده نسبه الانجاز بتاعته 50%، ده نسبه الانجاز بتاعته 30%، وهكذا. عشان كده هي دي الطريقه اللي المفروض اعمل بيها بروجرس مونيتورنج الموجود عندنا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين مع بعض. اول حاجه هقفل الفايل بتاعنا اللي هو الميكانيكال وابدا ادخل على اللينك المعماري نفسه عشان نشوف مع بعضنا نقطه مهمه جدا جدا في المعماري احنا محتاجين نعملها. هفتح الملف المعماري الموجود عندنا. احنا كنا عملنا فيه حاجه اسمها الروم تاج، نعرف الروم بتاعنا. لو فتحنا مثلا على سبيل المثال الجراوند ليفل فهتلاقي ان احنا بنديله ايه، مديله حاجه بالشكل ده. ثانيه واحده معايا بس كده، هعمل حاجه بالشكل ده معذره. فاحنا باشمهندسين في المعماري احنا عملنا حاجه اسمها ادي الروم تاج بتاعتنا. ده كل روم معروف الاريا بتاعتها ومدينه الترقيم بتاعها والريسبشن والاسم والكلام ده كله. كمهندسين MAB فالمفروض بخش على قائمه انالايز، بعمل حاجه اسمها سبيس. ببدا اقسم برضو الكلام ده كله لسبيس لمساحات عشان خاطر الحسابات بتاع التكييفات والكلام ده كله. المهندس ميكانيكا هيفهم الموضوع ده سريعا يعني. فبيبدا يعمل سبيس، ممكن يسمي ان دي سبيس نفس المعماري بالظبط، وممكن يقسم دي مثلا على جزئيتين على حسب الحسابات بتاعته واللي هو يعمله. فانا حاليا هكون متطابق مع المعماري ان السبيس دي هي نفس مين الروم تاج، يعني نفس ايه التوزيعات اللي هو عاملها بالظبط عندنا. فاجي هنا اروح على سبيس. اول حاجه حضرتك مش هتلاقي التاج بتاعها فلازم تضيفه، فاخش من قائمه انسيرت لود فاميلي، هرجع من هنا على انجلش، هختار اللي هو UK انوتيشن، هختار ميكانيكال. هتلاقي في عندك حاجه اسمها سبيس تاج، تروح جاي اعمل لها اد وبتنضاف على طول للبروجكت بتاعك. فبروح على انالايز بقول له سبيس، بروح اقرب بس كده يبدا يضيف لي سبيس عادي خالص جدا بمنتهى السهوله، ضاف لي السبيس. في طريقه تانية، طالما المعماري عامل لي الروم فبروح جاي راح على سبيس وبقول له حاجه اسمها بليس سبيس اوتوماتيكلي. خلاص هو اوتوماتيك عرف كل السبيس طبقا للسبيس اللي معموله في المعماري بالشكل ده. بس هلاحظ عندي فيه مشكله، ان طبعا ان السبيس ده مش واخده نفس الترقيم ولا نفس المسمى. يعني لو رحت قربت كده عملت تاب انا اخترت السبيس دي، هلاحظ ان الاسم بتاعها اسمه سبيس والترقيم بتاعها اسمه 42، غير متطابق مع المعماري. طب هتحل المشكله دي ازاي يا باشمهندس؟ بروح على حاجه اسمها السبيس نيمينج من هنا كده، وبقول له غير لي النيم والنمبرز لدور معين لو انا عايز اغير لدور معين، او لجميع الادوار لو انا عامل في كل الادوار. وليكن على سبيل المثال خلينا في الجراوند لان انا ما عملتش غير للجراوند، فهو اوتوماتيك هلاقي كله ايه اتغير بقى. ده اسمه اوفيس 4 و21. اروح سريعا كده على الفيرست، هروح من هنا كده سبيس بليس سبيس اوتوماتيكلي. خلاص حلو. اروح على السبيس نيمينج، اروح على الفيرست واقول له اوكي خلاص كله اتعدل. اروح على السكند لو هو معمول، ايوه معمول، فاروح على سبيس بليس اوتوماتيك بالشكل ده اهوت. اروح على السبيس نيمينج سبيس سكند اقول له اوكي. يبقى انا كده ايه كله بقى متشابه مع المعماري بنفس الترقيم بالظبط بتاعت المعماري. اروح على الروف ليفل مفيش فيها، اروح على البيزمنت ليفل مفيش فيها. يبقى انا كده ايه كله عندي تمام بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده يا باشمهندسين. هعمل سيف للبروجكت بتاعي، وتعالوا نخش بقى على الجزء الميكانيكال اللي احنا عايزين نعمله. عايز تعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عايز اعمل ايه يا باشمهندس دلوقتي في الجزء الخاص بميكانيكا، ان انا اعرف ان كل اليمنت من العناصر الميكانيكيه الزوم بتاعه. يعني مثلا الراجل ده موجود مثلا في اوفيس 4، في اوفيس 1، في الريسبشن، في الليفل 1، في الليفل 2. يبقى انا دلوقتي عرفت اللي هو موجود في انهي طابق، وعرفت كمان هو طبقا لانهي زون. فبروح على قائمه مانج بروجكت بارامتر، هحذف بس اللي انا كنت عامله ده، اعمل له ريموف حاليا واقول له اوكي. هحذفه برضو من الشيرد بارامتر، انا بس كنت انا عامله، فاعمله من هنا انا اسف ديليت للبارامتر من هنا بالشكل ده. طيب فانا عايز اعمل بارامتر اسمه الزون. الزون ده بحيث لما اقف على
اي واحد من دول هيديني من هنا حاجه اسمها الزون، يقول لي ده موجود يا باشمهندس في الزون اللي اسمه اوفيس 3 اوفيس 2 ايا كان الموجود فيه. طيب هتعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ اولا بروح على قائمه مانج شيرد بارامتر، هروح على الام اي بي بارامتر، هضيف بارامتر جديد واسميه زون. بس خد بالك من طريقه الكتابه، انت بتكتب ازاي؟ انا كاتب كله كابيتال بالشكل ده. هخلي التايب بتاعه تكست عادي خالص جدا واقول له اوكي. يبقى انا كده ضفت الزون. هروح على الشيرد بارامتر هضيفه بقى، او اروح انا اسف على البروجكت بارامتر من هنا واضيفه بقى، اقول له اد الشيرد بارامتر اللي انا لسه معرفه اللي اسمه من هنا اللي اسمه ام اي بي من هنا بالشكل ده. هروح على كل العناصر الام اي بي من اير تيرمينال بالشكل ده، كل اللي انا عملته كيبل تري فيتنج، كيبل تري، كوميونيكيشن ديفايس، كوندويت فيتنج، كوندويت داتا ديفايس، كل اللي انا عملته بالشكل قدامنا ده كده، اللي انا عملته بالتفصيل الممل ببدا اختاره بالشكل ده كده اهو. كل دول انا عملتهم بالفعل بالشكل ده. هنا لايتنج فيكتشر، كل الحاجات الخاصه بالام اي بي اللي انا عملتها عندي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بايب اكسسوارز، بايب فيتنج، بايبس نفسها، بايب سيستم، بلامينج فيكتشر، سكادول شيت، سبيس، سيستم، تليفون ديفايس، واير. اعتقد هم دول كلهم، واقول له ايه اوكي بالشكل ده. اوكي يبقى كده ايه هو فاهم الزوننج ده خاص بيه. طيب هل يا باشمهندس بقى اللي انا رحت على كل واحد من دول هروح بقى اقول ان الراجل ده ده الراجل ده موجود في الزونه، وليكن لو فتحنا مثلا على سبيل المثال ميكانيكال، نقفل كده الالكتريكال مثلا من هنا، ورحت مثلا على سبيل المثال اتش باك للجراوند ليفل، هروح بقى انا يا باشمهندس بقى اروح انا على كل واحد من دول اقول له ده موجود في السبيس اللي اسمها ريسبشن والعك الفاضي ده. طبعا لا، احنا طالما حاجه ممله يبقى احنا على طول الحل بتاعنا فين؟ في الداينامو. اروح جاي فاتح الداينامو عشان احل المشكله بتاعتي دي، ان انا اعرف الزونينج او كل ممبر او كل اليمنت من الام بي موجود فين. هعمل نيو من هنا جدا، هضيف هنا حاجه اسمها كاستم نود اسمها ارك لاب. بجيبها ازاي؟ بروح على قائمه باكج، سيرش فور باكج بالشكل ده. هختار ان السورتنج يكون باي نيم عشان انا هبحث دلوقتي باستخدام الاسم بتاعنا. بناء على الاسم هبدا اطلع الباكج بتاعي. فهكتب هنا كلمه ارك ارك اركي لاب، اركي لاب بالشكل ده. بتظهر عندك، بتضغط على السهم ده من هنا كده بيقول لك انستول ليتست فيرجن، بتبدا ينزل لك اخر حاجه موجوده عندك هنا وتسطب عادي خالص جدا. طيب عايز تعمل ايه يا باشمهندس دلوقتي؟ انا عايز ده يا باشمهندس الفكره تاني سريعا. فكرتي اللي انا عايز اعملها دلوقتي ان انا عندي element ميكانيكال، سواء ضغطات، فاير فايتنج، سواء كان كل حاجه، عايز الحاجات دي املاها بالبارامتر اللي انا لسه عامله اللي اسمه زون. بالبارامتر اللي انا عامله اللي اسمه ايه؟ زون. عايز املا البارامتر ده. هتعمله ازاي يا باشمهندس؟ تعالى هو ده اللي احنا هنعمله. اول حاجه انا عايز اختار كل العناصر اللي اسمها ام اي بي. فباجي من هنا، احنا عرفنا في النوت يا اما بكتب هنا الكلمه هنا ان انا بقول له مثلا select model elements. خد بالك انا بقول له ايه elements، مش element دي ده عنصر واحد، elements دي عناصر. خد بالك عشان ايه ما تغلطش، ماشي؟ يا اما بعمل من هنا، يا اما رايت كليك وبرده بقول له من هنا select model elements، بتبدا برضه تظهرها لك. او ان انا اروح على النود دي موجوده فين، فبروح على ريفت سيلكشن وباجي من هنا بقول له اختار، اقول له من هنا كده سيلكت موديل اليمنتس بالشكل ده. يبقى انا كده ايه حددت اول حاجه فين الاليمنتس اللي انت عايز تعمل لها سيلكشن. بعمل هنا سيلكت، اروح اختار كل العناصر اللي انا عندي الام اي بي بالشكل ده اهو بالشكل ده. عايز اتشيك على نفسي اخش على فلتر اشوف من هنا كده هلاقي كلها الام اي بي ورك اللي انا عامله بالشكل ده، لان انا قافل ان انا اعمل سيلكت على اي لينك بالشكل ده. وكمان بالظبط خليك كده خلاص انا اتاكدت ان هم كلهم الام اي بي موجود عندي. حاول بس نصغر شويه ده اهو، سيلكت وامسك اختار هنا كده كل ده. الاحظ ان بص شايف بياخد وقت شويه عشان يعمل عليهم سيلكشن بالكامل. هختار برضو من هنا يا باشمهندسين ان انا اكون شغال بدل اوتوماتيك اخليه مانيوال بالشكل ده عشان خاطر ما يقعدش كل شويه يعمل لي ران للسكريبت اللي انا عايز اعمله. في الاخر ابقى بعمل ايه؟ ران او انا بعمل تيست بتاعي. طيب انا كده ايه خلصت، اخترت كل العناصر الموديل اللي عندي بالشكل ده. بعد كده في عندي من في الجزء بتاع اللي هو الايه النود اللي انا لسه عاملها اللي هو الارك لاب، في عندي حاجه اسمها elements in space. elements بالشكل ده in space element in space بالشكل ده اهو.
ايه هي الاليمنتس ان سبيس؟ يعني دلوقتي انا دلوقتي اخترت اللي هي الاليمنت كلها، عايز اقول له حدد لي فقط العناصر اللي موجوده في سبيس معينه. يعني انا كده من هنا اخترت كده ادي الاليمنت بتاعتي، فاضل احدد له فين السبيس بقى، فين المكان اللي هو يختاره. مش احنا من شويه يا باشمهندسين في الريفت المعماري عملت حاجه اسمها سبيس، عملت حاجه اسمها سبيس، كنت عملت تاج حاجه اسمها روم تاج، ومن روم تاج عملت حاجه اسمها سبيس تاج. تمام. فانا عايز اختار له الاليمنت اللي موجوده في السبيس المعين. طب هتجيبها ازاي؟ عندي حاجه اسمها في النود برضو حاجه اسمها select دوت get document. من هنا كده اهو برضو ما هي من تاب من الجزء الخاص بالسلكت حاجه اسمها get document بالشكل ده. طيب ليه بقى؟ لان انا دلوقتي هجيب السبيس من اللينك المعماري. انا دلوقتي انا كل اللي انا عامله في السبيس ده كنت عامله في الموديل المعماري، انا عايز اجيب الحاجات دي من الموديل المعماري، عشان كده بقول له ايه لينك كذا. طب اللينك ده بجيب منه ايه؟ بقول له حاجه اسمها get item at index. get item انا عايز اجيب حاجه عند حاجه معينه اهو، فاقول له هات لي الدوكيمنت اهو، ادي الليست بتاعتك اللي انت عايز تجيبها. الاندكس بتاعك ايه؟ هقول له حاجه اسمها، خلينا نقول من هنا كده هجيب سلايدر، ممكن يكون عندي لينك 2، ممكن يكون عندي لينك معماري او لينكين او 3، ايا كان اللي انا عايزه. فانا بقول له من هنا كده السلايدر عشان احدد له انا عندي كام لينك، ممكن اقول له من اللينك الاولاني، من اللينك الثاني، من زي ما انا عايز. وليكن على سبيل المثال طبعا الستيب بتكون بواحد، لان اقول له لينك ثاني لينك. على سبيل المثال وليكن اخليها 10 لينكات مثلا، لحد 10 لينكات يقدر يختار بمنتهى السهوله. عايز تخليها لحد 100 لينك اللي انت عايزه، دي ترجع لك. طيب يبقى انا كده حددت له وقلت له من اول لينك هتبدا تختار عندي. حلو الكلام. بعد كده بقول له بقى ايه؟ عايزك تجيب لي كل الاليمنت الموجود عندي في اللينك ده. يعني دلوقتي راح اللينك، قلت له اول لينك عندك، طب هتعمل ايه؟ هقول له هات لي كل الاليمنت، هقول له get all elements from اهو linked model. برضو دي كلها تبع النود اللي اسمها arced. فانا هاجي من هنا اقول له هات لي كل العناصر، وعايز تجيب منها ايه بقى؟ من انهي كاتيجوري؟ هقول له انا اسف من هنا كده عايز تجيب انهي كاتيجوري؟ هقول له من هنا كاتيجوري، الكاتيجوريز من هنا كده. هقول له الكاتيجوري اللي احنا لسه بنقول عليه من دلوقتي اللي اسمه سبيسز اهو. هجيب من هنا السبيسز، انا دلوقتي خلاص اهو ادي السبيسز بالشكل ده. يبقى انا كده جبت له ايه؟ الكاتيجوري اللي اسمها السبيسز. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يبقى انا كده لحد دلوقتي الراجل ايه؟ وصلت لحد دلوقتي ان هو هيجيب لي كل الاليمنت اللي موجوده عند السبيس الكاتيجوري اللي اسمه سبيس. خلاص يبقى انا كده ايه؟ جبت الاليمنت دي بمنتهى السهوله احطها هنا في الجزء ده. يبقى الراجل ده بقى عنده السبيس وبقى عنده الاليمنت نفسه. طيب بعد ما جبت الكلام ده كله انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بارامتر معين. هقول له حاجه اسمها element get parameter. element dot get parameter. هنا اهو get parameter by value name اهو get parameter by value name. طيب فين البارامتر ده؟ هقول له حضرتك من الاليمنت ده انا عايز البارامتر بتاعه. طيب ايه هو البارامتر؟ انا اسف مش ده، من هنا كده من اللينكد موديل هو ده اللينكد موديل ده اللي انا هجيب منه الاليمنت. طب عايز تجيب منه ايه بالظبط؟ عايز اجيب منه، هاجي افتح كود بلوك دبل كليك في اي مكان فاضي، عايز اجيب منه حاجه اللي اسمها السبيس نيم. هو اسمها نيم، النيم تمام. السبيس عندنا هناك اسمها ايه؟ نيم. واروح جاي قافل سيمي كولم بالشكل ده، واقول له انا عايز اجيب او من هنا كده البارامتر اللي اسمه ايه؟ نيم. طيب سيادتك جبت البارامتر من اللينك الموديل ده، من اللينك المعماري، خدت منه السبيس نيم. عايز تعمل ايه في السبيس نيم؟ عايز اخد النيم ده احطه هو نفس الجزء الموجود عندنا في الجزء الام اي بي. يعني ايه؟ في عندي حاجه اسمها element بدل جيت بارامتر دي حاجه اسمها الست بقى مربوطه set بارامتر باي نيم. يعني انا كده جبت البارامتر من هناك اللي اسمه السبيس نيم، جبته من المعماري، عايز احطه جوه البارامتر اللي موجود عندي يبقى متطابق مع حاجه اسمها ايه؟ اللي هو الزوم بارامتر اللي انا كنت لسه عامله، اللي هو ده اللي هو الزوم بارامتر. اللي انا رحت على اي حاجه من دول من هنا كده او اختار اي حاجه من دول اللي اسمه ايه؟ الزوم بارامتر. يبقى انا عايز اجيب من هناك السبيس نيم احطه جوه ايه؟ الزوم بارامتر اللي انا عامله. يبقى انا بجيب من هنا كده اهو ادي الاليمنت بتاعتي، البارامتر نيم ايه هو؟ هقول له اللي هو بالظبط، بس لازم تكتب بالظبط نفس اللي انت عامله اهو. انا كاتبه كله كابيتال، يبقى لازم هنا يكتب كله كابيتال. سيمي كولم
اهو هو ده البارامتر نيم. طب البارامتر نيم ده ايه الاسم اللي انت عايز تحطه فيه؟ عايز اقول له حط لي نفس كله السبيس نيم اللي موجود عندي في اللينك المعماري بالشكل ده. منتهى السهوله خلاص اهو. تعالوا كده مع بعض كده نعمل ران للسكريبت ده، نشوف الكلام على ايه. هياخد بس وقت بسيط ويبدا على طول يطلع لي الموضوع بتاعي. طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي تم. طبعا لو في مشكله ممكن يكون حضرتك مش كل الاليمنت حاطط لها في زون في المعماري هناك، فتعالوا مع بعض كده نختار اي حاجه. على سبيل المثال نختار الضغط ده، او خلينا مثلا على سبيل المثال نروح على سكادول مثلا. تعالوا نروح على سكادول مثلا على سبيل المثال اير تيرمينال. انا كنت ضايف فيه الزون اهو. نقفل ده كده نديليت، اضيف بقى هنا حاجه اسمها الزون اللي انا لسه عامله. طيب ليه ما خدش؟ طيب نشوف السلايدر، ممكن يكون السلايدر عشان السلايدر اللي انا عامله نخليه مثلا مع الزيرو مع اول لينك. نجرب كده. فزي ما قلت حاجه يا باشمهندسين هنخليه مينيمم بزيرو. هو خلاص خلص. لو انا رحت على سبيل المثال على اي ضغط من دول، بص كده الراجل خد الزون اللي اسمها تويلت خلاص هو فهم. تعالوا كده نروح على الجراوند، نروح لده مثلا. الراجل ده خد اللي هو الزون اللي اسمه ريسبشن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده خد سبيس تمام على حسب الموجود في اللينك هناك. احنا اعتقد نسينا نسيف ولا ايه. لا هنا مظبوط اهي. ده مثلا ميتنج روم 1 اهو. ده مثلا على سبيل المثال ده اوفيس 1. كله على حسب ما هو متسمي هناك بالظبط. هتلاقي كله ايه يتسمى نفس الايه المسمى الموجود عندك هناك. ممكن ده يكون انا نسيت اغير المسمى بتاعه هناك يعني. فهتلاقي كله واخد نفس الزون سبيس ونفس كل حاجه اللي احنا ايه عاملينها. تعال نروح كده حتى لو رحت على السكادول من هنا كده هلاحظ اهو كل واحد من دول خد المكان اللي هو موجود فيه. ادي اهوت مثلا على سبيل المثال اير تيرمينال. هنا كده الزوم بيقول لك ده التويلت، ده مش عارف كذا، ده كذا، ده كذا. كل واحد من دول خد المكان بتاعه بمنتهى السهوله زي ما حضراتكم شايفين كده يا باشمهندسين. لو عايز اعرف كمان يا باشمهندسين، لو عايز اعرف كمان من هنا كده من الجزء ده، عايز اعرف في اسم اللينك الموجود عندي برضو بمنتهى السهوله. اقدر من هنا هاجي من ده كده بالشكل اللي قدامي ده كده، اقول له جيت ايتم ات اندكس بالشكل ده. هاخد من هنا الليست بتاعي من هنا، بدل ما هي اللينك دوكيمنت هقول له اللينك نيم عشان اعرف ايه اللينك نيم بتاعي. ممكن اقول له ران. لو انا عملت ران من هنا فهنلاحظ هنا يا باشمهندسين لو انا وقفت من هنا كده بعد ما عملت ران، وقفت هنا كده على الاوتبوت بتاعي، هلاحظ ان هو ايه جاب لي اسم ادي اللينك اللي الريفت الوحيد الموجود عندنا بالشكل ده. لو انا خليت بقى بواحد، لو انا خليته مثلا بواحد من هنا كده، واقدر اعمل ران تاني يبدا يجيب لي اسم اللينك لو كان في لينك تاني موجود عندي. وبكده يا باشمهندسين يبقى احنا ايه قدرنا نعمل داينامو يقدر يحل لنا المشكله دي سريعا. كمان لو انا عايز اروح على الضغط مثلا على سبيل المثال سبلاي ضغط مثلا، هاجي من هنا واضيف برضو الجزء الخاص بالزون عندي هنا كده. اضيفه من هنا بالشكل ده، اقول له من هنا كده الزون. فالراجل برضه نفس الكلام حط لي اهو ادي الزون الموجود عندنا بالشكل ده كده يا باشمهندسين. اي حاجه مش مسميه تعرف ان هي في المعماري ما كانتش واخده المسمى بتاعها مظبوط يعني في اللي احنا ايه كنا واخدين منه في المعماري. يبقى انا كده برضه عرفت الراجل من هنا يقدر يعرف هو موجود في انهي زون والكلام ده كله. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنعرف بقى ازاي نضيف نسبه البروجرس بتاعنا، وازاي باذن الله تعالى ان احنا نبدا نعمل الريفلكت للكلام ده كله على السايت ورك باذن الله.